السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في أول حلقة لنا من ردة فعلنا على مباريات كأس العالم، وخاصة مباريات المنتخبات العربية. وأول مباراة سوف نقوم بردة فعل عليها كجزائري هي منتخب السعودية ضد منتخب الأرجنتين. المنتخب السعودي تعرض لتنمر كبير كبير من جميع العرب، سواء العرب أو حتى من الصحفيين الأرجنتينيين والأوروبيين. كانوا الجميع يعتقدون أن السعودية ستنهزم بنتيجة ثقيلة للغاية، ولكن رغم ذلك السعوديين كانوا كما نقول عندنا داروا القلب وفازوا بمباراة وقدموا مباراة كبيرة للغاية. مباراة اليوم كانت برعاية الحرارة والجرينتا. السعودية الشوط الأول بدوا مباراة تائهين، لم يقدموا مباراة رائعة في الشوط الأول رغم أنهم كانوا الند للند ضد المنتخب الأرجنتيني، ولكن في الشوط الثاني المنتخب السعودي عاد بنتيجة كبيرة، قدم مباراة رائعة سواء في الهدف الأول أو الهدف الثاني. سالم الدوسري قدم مباراة كبيرة، سجل هدف عالمي لم يسجله حتى كبار اللاعبين في هذه البطولة من أولى مباريات كأس العالم. يلا نقوم ببداية المباراة وتشغيلها. بداية المباراة كالعادة ميسي ينطلق ويحاول مراوغة الدفاع الأرجنتيني، والحارس السعودي العويس كان له الصد الكبير، قدم مباراة كبيرة، واحد من أسباب فوز السعودية ضد المنتخب الأرجنتيني. ركنية للمنتخب الأرجنتيني التوزيعة، ولكن هناك ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني بعد تدخل سعود. يعود الحكم للفار ويعطي ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني. ضربة جزاء كانت قاسية للمنتخب السعودي ضد السعودي في الدقائق الأولى. ميسي كالعادة، وميسي يسجل كالعادة. ميسي لا يضيع ضربة الجزاء، وميسي يريد تقديم آخر مونديال له يكون مونديال رائع. بعدها عودة المباراة والمنتخب السعودي في الدفاع، والمنتخب الأرجنتيني يسجل الهدف الثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز، ولكن الحكم يعود للفار ويجد أن المنتخب الأرجنتيني كان متسلل. يلا لاوتارو يضيع والسعودية تتفادى الهدف الثاني. يلا هدف ثاني والفار يتدخل. تكتيك المنتخب السعودي وعن طريق المدرب رونار، مدرب كبير ومحنك للغاية. كتف لوطارو كانت خارجة أكثر من رجل اللاعب السعودي. حدث الشوط الثاني بين الشوطين المدرب رونار قام بدور كبير، حتى جميع اللاعبين قاموا بتصريحات وقالوا أن المدرب رونار له الدور الكبير في فوز السعوديين. دخل إلى غرفة تغيير الملابس، قدم كل شيء له، وضع اللاعبين، شحنهم، دفعهم معنويا وكل شيء. حتى اللاعبين دخلوا للشوط الثاني وقدموا كل ما لديهم، أعطوا كل ما لديهم 100%. بداية الشوط الثاني والدقيقة 47 انطلاقة من وسط ميدان المنتخب السعودي، كرة خطيرة لهجوم المنتخب السعودي، تسديدة والهدف الأول. المنتخب السعودي يعدل النتيجة ضد الأرجنتين بعد هجوم خطير. اللاعب رقم 11 يسجل هدف رائع، تسديدة معاكسة للحارس. الكرة أمامك، سجل هدف رائع المنتخب السعودي. صالح الشهري، عفوا لا أتذكر أسمائهم كثيرا، أعرف سالم الدوسري، أعرف يحيى الشهراني، أعرف العويس، ولكنه يسجل هدف رائع. يعني شجعنا المنتخب السعودي من كل القلب. انطلاقة من سعود في الدقيقة 52، هذا اللاعب ما شاء الله لا يكل ولا يمل، هجمات خطيرة. نواف يسدد ولكن دفاع يتدخل. ترجع الكرة عند سالم الدوسري يراوغ اللاعب الأول الثاني الثالث ويصوب تصويبة عالمية. الحارس لم يستطيع التحرك لها. وجنون المعلق، جنون الجماهير السعودية العربية، ذهول من المشجعين الأرجنتينيين. يعني السعوديين قدموا مباراة العمر، أعتبرها أفضل مباراة في هذه البطولة لحد الآن. الله يا سالم. وبعدها عودة المنتخب السعودي للدفاع، والمنتخب الأرجنتيني قام بهجمات. دقيقة 62 العويس يصد كرة خطيرة كانت أمام الهدف، يعني كانت هدف محقق. ميسي يقوم بإخراج دي ماريا وجه لوجه. دي ماريا والعويس كالعادة، العويس قدم مباراة ونال رجل المباراة.
ويبقى النقطة السلبية في هذه المباراة أنه العويس عند خروج في الدقيقة 88 يحيى الشهري أصابه إصابة، ويقولون أنه ذهب به إلى المستشفى عاجلا من أجل عملية جراحية للفك. ليو ميسي برأسية، ولكن العويس قدم مباراة كبيرة رائعة للغاية. وخروج خطأ من العويس، ولكن دفاعهم قدوة. يعني قدموا السعودية مباراة كبيرة. العمري اللاعب الذي دخل احتياطي، حتى مصيدة التسلل المنتخب السعودي لعبوا بتكتيك رائع، كيفية الدفاع، كيفية الهجوم، كل شيء كل شيء. دقيقة 94 إصابة يحيى الشهري، إصابة مؤلمة للغاية، إصابة مؤلمة، واللاعب تعرض لكسر في الفك ونقل إلى المستشفى، والآن يقولون أنه نقل إلى ألمانيا. ربي يشفيه إن شاء الله. كرة خطيرة في الدقيقة 100 والعويس يصد بطريقة عالمية. ربما تشاهدون القليل، سأضع لكم القليل، ولكن العويس قدم مباراة كبيرة. الحكم لم يقم بتصفير النهاية إلا الدقيقة 13-45 وأطلق صافرة نهاية المباراة. فرحة عارمة للسعوديين، حتى أن ولي العهد السعودي أعطى يوم راحة غدا للسعوديين. تنتهي. يعني تكتيك رونار قدم مباراة كبيرة. رونار هاجم ودافع وقدم مباراة عالمية، خصوصا في الشوط الثاني. رونار قدم كل شيء، أعطى لاعبيه كل شيء. حتى اللاعبين السعوديين قدموا كل ما لديهم في هذه المباراة، سواء دفاعيا هجوميا متوسط الميدان، كل شيء. السعوديين كانوا رائعين للغاية، قدموا كل ما لديهم. أرجو أن تنالوا إعجابكم. هذه حلقتنا الأولى على ردة فعلنا ضد المنتخب السعودي، ضد المنتخب الأرجنتيني. أتمنى من السعودية تكمل المسار ضد بولندا وضد المكسيك، على الأقل تتأهل للدور الثاني وتقدم مونديال مشرف للعرب. يلا نلتقي في الحلقة القادمة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التواصل بكل ما هو جديد القناة. شكرا لكم.